الصدفية هي شكوى شائعة جدا نراها في عيادتنا الخارجية. توجد في جميع أنحاء العالم بشكل أكبر في الخارج، وأيضا منتشرة جدا في الهند. الصدفية ليست مرضا معديا، لا تنتقل من شخص إلى آخر. تظهر ككتل قشرية بيضاء فضية في جميع أنحاء الجسم. هناك أنواع مختلفة من الصدفية، مثل الصدفية المنقطة، الصدفية العكسية، صدفية الأظافر، صدفية فروة الرأس. بشكل عام، الصدفية لا تؤثر على طول عمر الشخص، لكنها يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات تعرف باسم احمرار الجلد الصدفي عندما يغطي الجسم بالكامل بلوحات صدفية. عندما يتعلق الأمر بالعلاج، يجب أن نعطي في الحالات الخفيفة علاجاً موضعياً على شكل خنبل ساليسيليت. على الرغم من أنه من الأساطير أن الستيرويد لا ينبغي استخدامه، إلا أن الستيرويد هو الأساس في علاج الصدفية الموضعية وليس ستيرويد الفيموي. يمكننا أيضاً إعطاء خنبل ريتينويد، يمكننا أيضاً إعطاء مستحضرات القطران. كل هذه هي تركيبات موضعية. كل هذه العلاجات هي فقط للتحكم، لن تعالج المرض. لذا يجب ألا يشعر الناس بأي توتر نفسي جسدي بسبب ذلك، لأن العلاج الحديث والتحديث والعلاج الجيد قد جاء، وهناك تحكم جيد. يمكننا منع مضاعفات الصدفية ومضاعفات العلاج، ويمكنهم أن يعيشوا حياة ذات جودة جيدة.